حمدي 29 سنه مظبوط ولا انا غلطان؟ يعني بنوعيتك شهر 9 كامل 29. شهر 9 خلاص احنا في شهر 9 يعني ايام يعني ان شاء الله. هل حاطط عامل حساباتك انك هتكمل مسيره الاحتراف ولا الثلاث سنوات عقدك مع الوكره ثم تعود من جديد للنادي الاهلي؟ والله يا كابتن انا عقدي دلوقتي ممتد شويه مع الوكره، وانا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يعني. نعم. لو في فرصه بعد كده ان انا ارجع النادي الاهلي اكيد طبعا. حضرتك عارف يعني. نعم. الواحد مش هيفكر اصلا يعني، بس الوقت ده انا مبسوط ان انا موجود هنا، فحابب ان انا اكمل شويه وفي الوقت المناسب ان شاء الله يعني باذن الله لو في فرصه اكيد هرجع. يعني على امل انك تختتم حياتك الكرويه في النادي الاهلي يا حمدي؟ طبعا يا كابتن، اي حد يتمنى ان هو يخطف في النادي الاهلي، واي حد يتمنى ان يلعب في النادي الاهلي ويلبس تيشيرت في النادي الاهلي. ودي حاجه كبيره يعني. وانا لعبت 4 سنين ونص، حققت 13 بطوله ما شاء الله، واخدت 2 تالت عالم انديه، ولعبت الحمد لله 3 كاس عالم انديه نعم. ونادي يعني السنه الجايه في كاس عالم انديه، والسنه اللي بعدها في كاس عالم انديه. فمش انا لوحدي بصراحه يا كابتن، الجيل ده حقق حاجات كبيره قوي وانا شايف برضو ان هم مش واخدين حقهم شويه. لعيبه الاهلي الجيل ده بصراحه يعني ابتدى ياخد حقه شويه يا كابتن، بس الجيل ده انا شايف من احسن الاجيال اللي جت يعني النادي الاهلي يعني. اتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. حصل اي تواصل بينك وبين امام؟ لا خالص يعني. خالص. هو بعد ما لا بس عادي يعني، زي امام صاحبي جدا وباركت له عادي باركت له. وامام انا اتكلمت معاه من فتره. قلت له يا امام لو يعني كنا مع بعض في المنتخب فتره كبيره يعني. ايوه. هو اتكلم معايا في الموضوع، فقلت له لو انت مش ما عندكش حاجه في اوروبا كبيره، انا شايف ان انت تلعب في النادي الاهلي يعني. قلت له كده؟ هو بيلعب مكانك؟ هو حتى لو سالته هيقول لك الكلام. لا ما انا مصدقك والله، بس انا بتكلم على الروح الجميله اللي موجوده عندك يعني. لا والله ده حصل يا كابتن. يعني هو سالني اتكلم معايا ده امتى الكلام ده حصل يا حمدي؟ امتى الكلام ده حصل؟ تقريبا قبل المعسكر اللي فات يعني، مش المعسكر اللي فات، لا اللي قبله يعني. كان امام ما جاش المعسكر اللي فات. ده في المنتخب. ده من فتره طويله يعني. كنت بدات تسمع ان الاهلي بيتكلم معاه، ولا انت كان من نفسك كده تطوعا قلت له الكلمتين لا انا وامام صحاب يعني. انا وامام صحاب جدا، فكنا قاعدين مع بعض كده حتى على الاكل فقاعدين بنتكلم. فاتكلم معايا، قلت له يا امام لو انت ما عندكش حاجه كبيره في اوروبا، انا شايف ان انت تلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي هيحطك في حته ثانيه، هيحطك في حته كبيره يعني. ايوه. حسيت ان عنده الرغبه انه يلعب في الاهلي. حتى قبل موضوع الوكره ده، فتمنيت انه يبقى موجود معانا في وسطنا، عشان هو لعيب كبير وهيفيد النادي الاهلي يعني بصوره كبيره يعني. ازاي اداره الاهلي وافقت على رحيلك؟ والله يا كابتن يعني انا اتكلمت معاهم زي ما قلت لحضرتك، بس يعني هم تفهموا. وكابتن خطيب تعرف شخصيه محترمه وكلنا بنحترمه. وهو احترمني بصراحه وقدرني وانا بشكره طبعا، وبشكر النادي الاهلي كله ان هو قدر موقفي ان انا امشي يعني.